السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الرابع. فإن شاء الله هنعمل مراجعة سريعة كده النهاردة إن شاء الله على مراجعة ليلة الامتحان. هنقسمها على كذا جزء. هنمسك أول جزء اللي هو السؤال الأول. فطبعا أول سؤال بيجي لنا اختر بيتكون من 7 أسئلة. فعندنا قيمة أول سؤال بيجي يقول لي مثلا عايز قيمة الرقم 3 في العدد. يدينا أي عدد. طب أول حاجة بنعملها إيه؟ هنشوف التلاتة دي موقعها فين هنا بالظبط. طيب هنحول هنعد كام رقم قدام التلاتة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى نحط كام؟ 4 أصفار على طول. طبعا هنختار الإجابة إيه؟ 30,000. فطبعا في حاجة اسمها القيمة المكانية عشان نبقى عارفين الفرق بينهم. لو قال القيمة المكانية اللي هي أحد، عشرات، مئات، ألوف، وهكذا. السؤال رقم اتنين، العدد 17 له كم عامل؟ طبعا ال 17 دي يعتبر إيه؟ عدد أولي. طب إحنا عارفين الأعداد الأولية بتتكون من كم عامل؟ عاملين فقط. يبقى نختار إيه؟ عاملان. إذا كان 660 على 10 ب 66، فهنا المقسوم هو نقط. أول حاجة ال 660 دي نسميه إيه؟ المقسوم. طب ال 10 مقسوم عليه. طب ال 66 ناتج القسمة أو خارج القسمة. فطبعا ده اسمه المقسوم اللي هو كام؟ 660. أما ال 10 اسمه إيه؟ المقسوم عليه. مربع طول ضلعه 8 سم، فإن محيطه لازم أكون فاكر محيط المربع. يبقى محيط المربع يساوي طول الضلع في كام؟ في 4. طبعا هنراجع كمان لو طلب المساحة يبقى طول الضلع في إيه؟ في نفسه. هنا طالب معانا إيه؟ محيطه. طب المحيط يبقى نضرب التمانية في كام؟ في 4. يبقى الإجابة هتطلع كام؟ 32. ونخلي بالنا وحدتنا السنتي. يبقى سنتيمتر. يبقى كام؟ 32. أما المساحة طبعا بتطلع سنتيمتر مربع. لو نفس السؤال بس المساحة هنضرب التمانية في إيه؟ في 8 ب 64. 10 أضعاف عدد 40. أول ما نسمع أضعاف أو أمثال يعني بنعمل عملية ضرب. ضرب على طول. يبقى العشرة هنحط هنا 10. طب وال40 يبقى 40 في 10. معانا كام صفر؟ صفرين. يبقى الإجابة كام؟ 400. السؤال رقم 6. معانا هنا 5 لترات. كام ملي لتر؟ ساعات تيجي لي تحويلة زي دي. طبعا لو من أكبر لأصغر زي ما احنا اتفقنا هنضرب في كام؟ في 1000. يبقى 5 في 1000. يبقى نزود كام صفر؟ 3 أصفار. يبقى 5000. جالنا اخر السؤال رقم 7 الاخير. بيقول لي انا عايز ناتج الضرب 36 في 7 طبعا، وعايز القيمه المجهوله. فالنموذج اللي هو نموذج الشرط بيجي لي بالشكل ده. فطبعا اول حاجه بيقسم 36 بنقسمها 6 في الاحاد و30 في العشرات. ضرب 7. كل اللي علينا هنضرب هنا ضرب السبعة في 30، حط الصفر. التلاتة في 7 بكام؟ ب 21. هنعمل نفس الفكرة. يبقى هنا إيه؟ الستة في 7 بكام؟ ب 42. يبقى القيمة المجهولة عندنا في النموذج اللي هي تبقى إيه؟ 42. ساعات بيحط لي هنا رمز وليكن بي. نفس الفكرة يبقى نقول له بكام؟ ب 42. دول طبعا كان مراجعة سريعة على أول جزء. دي اتكلمنا عن الجزء الأول، وإن شاء الله هنكمل في الفيديوهات التانية طبعا بقية الأجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.